طب مبدئيا انا مش عارفه انت قصدك على ده ولا قصدك على ده، بس بما ان ده منتشر اكتر فخليني اجرب لكم ده. النوع ده انا فعليا بموت فيه، لانه اولا سعره رخيص، تاني حاجه متوفر في كل حته، وشكله على البشره طبيعي جدا، بس هو محتاج تكنيك كده عشان ما يبقعش على بشرتك. اول حاجه بشرتك لازم تكون مترطبه كويس جدا، فانا بما اني كده رسمه حواجبي فهرطبها بالمرطب ده بتاع الشيجلا. النوع الوتري على قد ما هو بيبقى شكله خفيف قوي على البشره، بس فعليا لازم تدمجيه بسرعه قوي، ولازم الفرشه اللي تدمجي بيها التنت تكون متكبسه كده الشعر، ما تكونش واسعه، لانك لو استخدمتي فرشه واسعه هيبقع بسرعه على البشره. ما تروحيش وتيجي كتير على البشره، وزعيه بطريقه الطبطبه كده، هيبقى شكله حلو قوي وعمره ما هيبقى معاكي. اوعي تحطي الناحيتين مع بعض وبعد كده ترجعي تدمجي، حطي اول ناحيه وادمجي وبعد كده حطي الناحيه الثانيه وادمجي. مش بطل العالم خالص في الثبات، يعني ثباته مش اقوى حاجه في الدنيا، بس تقدري تخليه ثابت اكتر من ان انت تاخدي شويه باودر وتبداي تمشيهم على المكان اللي انت حطيتي فيه التنت، وهتلاقيه ثابت جدا ومش هيتحرك من مكانه. بالنسبه للشفايف هو مش اثبت حاجه في الدنيا، بس الفينش بتاعه يجنن، فعليا خفيف وناعم ويخلي شكل الشفايف كانها مورد طبيعي. وده شكله كده على الخدود وعلى الشفايف. على الخدود مش هيتحرك من مكانه، ولكن على الشفايف مع الاكل والشرب هيتحرك. سعره تقريبا 150 جنيه، كنت جايباه من على نونو. هحط لكم تحت كمان اكواد خصم تقدري تاخدي بيها خصم اضافي على نونو. اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين نجرب لكم ايه تاني.